وزي ما انت شايف كده يا حبيب قلبي، ادي رقم من دولة السودان، طلبت عليه كود على الواتساب وادي الكود وصل معانا، تم ارسال رسالة نصية، الرقم اخره 350. تمام. فالطريقة بتاعت النهاردة ومفيش اجمد منها حرفيا، فركز معايا في الشرح ده عشان تفهم كل حاجة وتقدر تفعل الرقم بكل سهولة. ادي الكود وصل معانا على جروب الاكواد بدون ما يواجهنا اي مشاكل. وقت هتاخد الرقم كوبي وبتخرج تخش على الواتساب تحط الرقم لاصق. تمام، زي ما انت شايف قدامك اهوت جر التحقق. فلو حابب تفعل رقم زي ده، ركز في الشرح من البداية للنهاية عشان مفيش أي مشاكل تواجهك. فقبل ما أبدأ كده، لو مش مشترك في القناة اشترك وحط لايك على الفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. وزي ما انت شايف حطيت الاسم اهوت. تمام. وهنا لو عايز تحط بريد الكتروني ضيف بريد الكتروني عادي جدا، وهتدوس على الثلاث نقط. تمام. وهتبدأ تيجي على الإعدادات كده، أدي الرقم اتفعل معانا بدون أي مشاكل. فيلا بينا نخش على الشرح. يلا بينا. زي ما شفت كده قلب أخوك وأنا مفعل لك رقم واتساب تمام في أول الفيديو بدون ما يواجهنا أي مشاكل. والطريقة بتاعت النهاردة أفجر طريقة هتقدر منها تفعل أرقام في فيك واتساب تليجرام تمام وانستجرام. بص يا اسطى، اي تطبيق تواصل اجتماعي عايز تفعل عليه ارقام هتخرج من فيديو النهارده غير وانت مفعل اي رقم لاي دوله بكل سهوله. الطريقه بتاعت النهارده زي ما انت ما شفت كده في قناه في اول الفيديو. تمام. فعلت لك رقم بكل سهوله بدون ما يواجهنا اي مشاكل. اول حاجه باخوك لازم يكون عندك قبل ابلكيشن التليجرام. تمام. والابلكيشن ده ليه بقى؟ ده ايه فكره التطبيق ده قلب اخوك؟ اللي هو انت اول ما بتدخل عليه كده تمام هتديله سماح، دوس موافق ومتابعه وتدوس سماح برضو. ماشي. وبعد كده انت بص، ده بيعمل لك اكتر من نسخة واتساب. تمام. فانت بتدوس على اللي هي علامة الزائد اللي هي تحت خالص ديت. تمام. هو اصلا الابليكيشن ده اصلا انا محمله لك مهكر، هتلاقيني سايبه لك في قناة التليجرام. النسخة دي نسخة مهكرة. تمام. يعني هتشتغل معاك بدون ما تجيب لك اعلانات، وهتقدر تستنسخ اي نسخة منها بكل سهولة. انت كل اللي انت بتعمله مثلا عايز تاخد نسخة من الواتساب عشان تقدر ان انت تفعل اكتر من رقم على نسخة واتساب. تمام. كل عليك ان انت بتدوس عليها كده، ولو عايز تغير الاسم بتاعها غيره، وعايز تحط ايقونة تانية حطها، وبعد كده تدوس استنساخ. تمام. هتلاقيها اتعملت معاك بالشكل ده كده. تمام. طب لو انت قلب اخوك عاوزها تبقى بره، يعني على شاشة التطبيقات من بره، هتدوس اختصار سطح المكتب وهتدوس اضافة. هتخرج كده هتلاقيها عندك بره بالشكل الجامد اللي انت شايفه ده كده. تمام. هنخليها هنا مثلا في رحم، هيكونوا عندك قلب اخوك بالشكل ده كده. هتقدر بقى ان انت تعمل اكتر من نسخة واتساب من التطبيق ده عشان تفعل اكتر من رقم. تمام. خش على التليجرام هتلاقيني سايب لك قلب اخوك لينك البوت ده في قناة التليجرام. تمام. اللينك بتاعه يكون في الوصف. فقبل ما ابدا كده قلب اخوك لو مش مشترك في القناة اشترك وحط لك على الفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجة متنساش تنضم لقناة التليجرام، لان قناة التليجرام اللي بيكون موجود فيها كل حاجة. تمام. وشوف لو عايزين اي حاجه تانية انزلها اكتبوا في الكومنتات ومش هتاخر عليكم. انت اول حاجه بتخش على البوت بالشكل ده كده، وبعد كده تدوس ستارت. هتلاقيه بيقول لك جاب لك قنوات اشتراك اجباري اللي هم القناتين دول. هتدوس على اول قناه، وبعد كده تبدا تعمل انضمام. دي قناه الاكواد. بعد كده تدوس على تاني قناه وتعمل انضمام. تمام. وترجع خطوه لورا، وبعد كده تدوس على تحقق من الاشتراك. تمام. هتلاقيه اتحقق معاك من الاشتراك كده. هتلاقي عندك بقى هنا بص 7 دول. تمام. لا ديت ودي يعني، وعندك هنا اكتر من دولة زي ما انت شايف اهو. تمام. فاحنا فكرة اللي انت هتطلع رقم في الوقت الحالي ده، كل اللي انت بتعمله اللي انت هتيجي تخش على جروب الاكواد وتبص عندك هنا كده تشوف ايه الاكواد. هي الاكواد بتتمسح كل 3 دقايق. تمام. فانت اخر كود واصل لدولة السودان، ونفس الكلام برضو هنا دولة السودان. فاحنا هنفعل رقم من دولة السودان زي ما فعلت لك كده في أول الفيديو بالظبط. فاحنا هندوس على السودان بالشكل ده كده. عندك هنا الكلمة ديت لو انت عايز تغير الرقم، وعندك دي لو عايز ترجع للصفحة الأولى تختار الدول. تمام. وعندك ديت تلاقي جروب الأكواد. تمام. فانت هتبدأ تدوس كده ده الرقم، هتبدأ تدوس عليه دوسة واحدة هيتاخد معاك نسخ. هتخرج وهتبدأ إن أنت مثلا تخش على اسمه ده على الواتساب موافق ومتابعة. تبدأ تعمل لاصق، وبعد كده تدوس التال، تدوس نعم.
ده حد طلب عليه كود قبل كده، فهترجع على البوت تاني، هتعمل تغيير الرقم، تاخد الرقم ناس، هتبدأ تحط الرقم لاسك وتدوس نعم، وبعد كده تدوس استلام رسالة نصية SMS، بيقول لك جاري رسالة كود اهوت، فبيقول لك جاري تحقق من رقمك اللي هو تقريبا بعت كود، الرقم اخره 83، فهندخل على جروب الاكواد نشوف هل الرقم ده وصل له كود ولا لا. زي ما انت شايف كده، بص قدام عينيك اهوت في نفس الثانية ادي الكود وصل زي ما انت شايف اهو على جروب برضو الاكواد، الكود وصل في البوت وفي جروب الاكواد، رقم اخره 38. يعني اقسم بالله اخواتي ما في اجمد من البوت ده، يعني فعلت لك رقم في اول الفيديو ورقم في قلب الفيديو، يعني ما فيش اجمد من كده يا اخوات. ادي زي ما انت شايف اهو بيقول لك جرى تحقق، هتصبر بقى تم التحقق قلب اخوك، هتدوس تبدأ بقى تديله كل الصلاحيات، ما في، تبدأ تحط النيم، هتلاقيه بيقول لك جرى التفعيل، وهتدوس على الاعدادات، ادي الرقم معانا اهوت زي ما انت شايف الرقم اللي هو اخره 83. طب هتعمل ايه بقى عشان الرقم ده يفضل معاك لأطول فترة ممكن؟ هتبدأ ان انت ما تحط الصورة غير بعد 24 ساعة، وبعد كده تبدأ تيجي هنا وتعمل مفاتيح المرور وتضيف بريد الكتروني، تمام، وتبدأ ان انت تعمل تحكم بخطوتين، يعني اهم حاجة التحكم بخطوتين ده يا اخواتي، تبدأ تعمل تحكم بخطوتين برضو، وبعد كده تضيف بريد برضو، وهتضيف بقى كل الكلام ده كده، تمام. كده انت بتقدر ان انت تحمي الرقم ده لأطول فترة ممكن، ويعني بلاش تدخل فيه اي جروبات دلوقتي، او يعني تخلي عليه ضغط شات، تمام، غير بعد مرور 24 ساعة، تمام. فبرضه عايز تفعل يعني البوت ده وربنا اخر جمدان، يعني انا فعلت رقم واكتر من رقم، تمام. عايز بقى نفعل، يعني ممكن نفعل رقم تاني عادي في ثانية واحدة، يعني بقى كل اللي انت بقى بتعمله اللي هو انت بتاخد الرقم كوبي، تمام، تاخد الرقم كوبي كده، وبتدخل على ابلكيشن اللي هو نسخ التطبيقات، هتعمل نسخة من تطبيق الواتساب وتبدأ تخش على النسخة اللي انت عملتها، وبعد كده موافق ومتابعة، وبعد كده بترجع كده هتدوس على النسخة، وبعد كده تحط الرقم لصق، تمام، وبعد كده تدوس نعم، وبعد كده بتدوس تحقق بطريقة أخرى، ده حد طالب عليه كود، فهنرجع كده خطوة لورا، تمام، وهنعمل تغيير الرقم. يعني انا في الفيديو ده يعني انا فعلت لك رقم في اول الفيديو ورقم في قلب الفيديو، وهفعل لك رقم كمان دلوقتي، يعني وربنا يا اخواتي البوت ده مفيش اجمد منه حاليا، مفيش اجمد منه. فهنبدأ نطلب على كود على الرقم اللي هو اخره ده. طب بص بقى قلب اخوك، يعني المشكلة دي واجهتنا، تمام، فايه حل المشكلة دي بقى عشان تقدر ان انت تحلها؟ كل اللي عليك ان انت بص بتاخد سكرين شوت كده، تمام، وهتلاقيني سايب لك كود يا اسطى في قناة التليجرام، تمام، مع نسخ التطبيقات والكلام ده كله، هتلاقيني سايب لك كود، الكود ده انت بتاخده وتدوس على كلمة اتصل بنا، وبعد كده بتحط السكرين اللي انت اخدته في الثلاث خانات دولت، يعني انت بتحط السكرين هنا وهنا وهنا، تمام، وبعد كده الكود اللي انا هتلاقيني سايبه لك في قناة التليجرام، هتبدأ ان انت تحطه هنا كده، تمام، هتبدأ ان انت تحطه في المكان ده كده، هتلاقيه هتلاقيني سايبه لك عامة في قناة التليجرام، هتبدأ تحطه هنا كده، تمام، يعني هو هيكون هتلاقيني سايب لك انا الكود، هتبدأ تحطه حاجة كده، وهتدوس التالي، بعد ما تحطه هتدوس التالي، تمام، هتدوس التالي بعد ما تحط الكود هتلاقيه عامل لك بالشكل ده كده، تمام. هتبدأ تعمل ايه بقى؟ هتبدأ تدوس ارسال رسالة بريد الكتروني، هتلاقيه بقى مدخلك تلقائي على الجيميل، تمام، وبعد كده تدوس ارسال، بس الجيميل اللي انت تبعت منه يفضل ان هو يكون جديد عشان المشكلة يعني تتحل معاك، وبالظبط 5 دقايق او اول ما يردوا عليك هتلاقي المشكلة اتحل. بس كده يا اخواتي، ده بيكون نهاية شرح النهارده، متنساش تدعمني بلايك وتقول لي رأيك في كومنت، ولو عايزين انزل اي حاجة اكتبولي برضه في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.